عسلامة، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا لاباس عليكم. اليوم جبت لكم غوسيت ياسر ياسر بنينة وياسر ياسر مشخشخة. مقارونة بالكعابر فيوحة على الآخر ومحلحلة تعمل 66 كيف. اقعدوا معايا تابعوا الفيديو للآخر وما تنساوش تعملوا اشتراك للقناة تفعلوا الجرس باش يوصلكم آخر جديد وتعملوا لايك إذا عجبكم الفيديو ونتعداو توا طريقة التحضير. واول حاجه باش نبداو بيها باش نفوحوا كعابر اللحم المفروم نتاعنا. دونك خديت كميه من اللحم المفروم، بعديك انتم تنجموا تزيدوا في الكميه ولا تنقصوا كيف ما تحبوا انتم، لكم حريه الاختيار. وباش نفوحوا بالفيحات نتاع العاده نتاعنا اللي هما الفلفل الاحمر، الكركم والتبل وكرويه. بيان سور اللحم هذا راهو لحم بقريه. خديت شويه ملح باش نفوحوا بالملح، الفلفل الكحل، بيان سور شويه ثوم هروشته، وشويه بصل. مانيش باش نستعملهم الكل، راني جوست نقص بالزيت. باش نحط شويه من البصل هوني وشويه من البصل في مع الصوص كيف كيف الثوم، وشويه زيت زيتونه. ونتعداو توا اول حاجه شنو باش نعملوا. باش نحط شويه من الثوم، عينكم ميزانكم هاكا، والبصل انا هروشت زوز بصلات ماهمش كبار ياسر، نحط شويه هوني والباقي باش نحطه مع الصوص. فوالا نحطو بيان سور الفلفل الكحل، تنجموا تزيدوا في الكميه، الملح بيان سور حسب الذوق. وباش نبدا توا نفوح فيهم، نحطوا شويه فلفل احمر، باش نحط هكا، نزيد شويه كركم، تقريبا حطيت مغرفه صغيره، وتابل وكرويه. باش نحط مغرفه صغيره معبيه وشويه، باش نحط نكيته زيت باش نجم نلمد الخليط نتاعي. حطيت زيت زيتونه، نخلط توا المكونات الكل قبل، وبعديك انتوما راهو عينكم ميزانكم. اذا حطيتوا الفاح وحسيتوه مثلا ناقص شويه تنجموا تزيدوا. باش نبدا توا ندخل فيه بالباهي بدايه، وتوا بعد ما دخل الفاح بالباهي في اللحم باش نجيب مغرفه صغيره، نقيم كميه من اللحم ونحاول نكعبرها. بيان سور تنجموا تعملوهم كعابر صغار والا كعابر كبار كيف ما تحبوا انتوما، وندوروها هكاكا بالباهي ما بين يدينا حتى لين تولي كعبوره مزيانه. نحطوها على جنب ونكملوا نكعبروهم الكل. باش نبدا توا نطيب على روحي. حطيت الطنجره على الغاز باش نعبي الطنجره نتاعي بالزيت الكعر نتاعها. انا استعملت زيت نباتي، تنجموا تستعملوا زيت زيتونه. وملحت قرينين فلفل باش نحطهم يتقلاو على الاول هكاك يسيبوا البنه نتاعهم. ويعجبني انا قرن الفلفل كي يبدا فوق المقارونه، دونك باش نخليهم يتقلاو وبعديك نقيموهم. باش نحط توا كليبرات اللحم فيسا فيسا جوست يتلموا شويه هكاكا ونقيمهم حتى هما ديجا يسيبوا البنه نتاعهم. كعابر اللحم تاعنا عندهم تقريبا دريجين هكا وهما يتشوا توا باش نقيمهم. ديجا شدوا رواحهم وما شاء الله طلعت منهم ريحه فيوحه على الاخر. سي بون الي طون باش نقيموهم، بعديك نسقوهم في الاخر على خاطر اللحم المفروم اذا ما فيش روح، مش كيما اللحم البقري لازم يطيب ياسر الكل. باش نلحق توا البصل اللي قعد لي ساعه والثوم، نقولوا 5 سنين ثوم مثلا ولا 6، وراه الثوم على قد ما نحطو على قد ما يبنى. باش نبدا توا نحط في الطماطم، باش نحط مغرفه 2 يبقى مغارف كبار، 3 4 باش نعمل الكل في الكل 5 مغارف. ماهمش معبيين ياسر ياسر. ونقول حتى الصوص اللي تقعد خليها تقعد، بالعكس انا نحب تقعد لي زيد شويه صوص. نحلوها مع البصل والثوم والزيت، خليها تشطش شويه. باش نحط مغرفه صغيره معبيه كركم، زيد فوقها شويه، 2 مغارف صغار معبيين تبل وكرويه معبيين بالباهيه، والفلفل الاحمر باش نحط زاده 2 مغارف صغار معبيين.
نجمو راهو نقصوا شويه، نزيدوا شويه فلفل كيف ما تحبوا نتوما. باش نزيدهم شويه الماء باش ما يقعدش ياسر يتشتش، وباش نحط زيدا وريقه الرن، باش نحط 5 وريقات ونخليه يتشتش مع بعضه هكا، يشكشك مع بعضه لمده 10 دقائق باش نغطي عليه. بيان سور عندنا لفته اذا شتشي ولا حاجه نقعدوا ديما نحركوا فيه، حتى دو طون طون نحرك فيها. توا باش نمرقها بشويه ماء، باش نزيدها توا شويه هروس عربي، هروس عربي مكوش يعطي طعم ياسر ياسر بنين، وباش نغطي عليها ونخليها تطيب على روحها. هادي كنرجعوا لها. الصوص نتاعنا عندها وقيت باهي وهي تغلي، طابت ما شاء الله، اختارت بالباهي. توا باش نرمي كعبر باللحم نتاعي. الساعه زيد نسيت مرميتش الملح، حطيت الملح. كعبر اللحم راهم ما يطيبوش ياسر باش يقعدوا رطب من الداخل. بسم الله. باش نحط زيدا شويه فلفل اكحل، نجموا اذا تحبوها محرحله بالباهي تنجموا هنا في المرحله هذه ترميو قراين فلفل حار يسيب البنه نتاعو. انا ديجا حطيت الهروس والهروس حار شويه، وقرون الفلفل اللي لقيتهم زاده حارين، دونك قلت يزي اكاها. والماء نتاعي قاعد يغلي. تو باش نرمي المقرونه تتصمت. اون فوا طابت المقرونه نطفي عالصوص نتاعي. وهكاكا المقرونه نتاعنا تكون حضرت. ما يقعد لي توا كان نفوحها بالصوص. بيان سور نحطو بشويه بشويه باش ما تغلبناش، باش لا تجي ياسر فيها الصوص وما تجيش شايحه. قعدت نزيد بشويه بشويه ونحرك ونشوف عيني ميزاني ما شاء الله راهي جات مشخشخه وفاوحه ومحرحره كيف ما نحبها انا. نتمنى تجربوا الوصفات وتعطوني رايكم. قعد لي في الاخر زينتها بكعابر اللحم المفروم وزينتها بالفلفل المقلي فريمون بنه على بنه، وكملت عليها برشه الفلفل الكحل. جربوا الريسيت واعطوني رايكم. هكذا نكون وصلنا لاخر الفيديو. ما تنساوش تعملوا اشتراك للقناه، تفعلوا الجرس باش يوصلكم اخر جديد، وتعملوا لايك اذا عجبكم الفيديو. وملتقانا في وصفه جديده ان شاء الله. اتري بيانتو، بسلامه.